قسوة الوضع اللي لقيته سارة لما دخلت الكوخ، رغم ان المكان كان صدمة ليها، لكن صدمتها الأكبر لما شافت الفرشة اللي من ورق الشجر اللي بينام عليها برهام وأخته. ومع كل ده ما علقتش بكلمة، وقررت من اللحظة دي إنها تتحمل مسؤولية العيلة دي هي وتوم. وابتدت تفكر إزاي تحسن الوضع لولادها الخمسة. أيوة، ولادها الخمسة. سارة عهدت نفسها إن الخمسة ولادها، اللي ولادها بالجسد واللي ولادها بالقلب. وقبل ما تنام أول ليلة كانت فرشت لولادها كلهم مخدات وغطا حقيقي. ومن تاني يوم ابتدت تصلح في الكوخ بكل طاقتها وبنفس راضية. ولما شافوها ابتدوا يساعدوها، وراح توم يعمل باب للكوخ والولاد يعملوا الشبابيك ويفرشوا الأرض. وبمحبتها وحكمتها بقوا عيلة حقيقية، عيلة مليانة دفى.